جايبه لكم البقسماط الهاشش الجميل ده. شايفين شكله زي القطن، حاجه كده هشه وبتدوب ومقرمشه، ولا اجمل الافران. بجد ساهل جدا وحلو قوي. ما هو ده شغل فاخر من الاخر. ومعانا كيلو دقيق، وعليه معلقتين خميره، وكمان معلقتين سكر، ونص معلقه صغيره ملح. وهنقلب كل المكونات الناشفة دي مع بعض. وممكن ان انت تعملي نص المقدار، ربع المقدار، حسب ما انت عايزة، حسب احتياجك. والنص المقدار بيدينا كمية حلوة قوي، كمية كبيرة يعني، لانه بيهش وبيزيد قوي. وبعد كده معانا كوباية زيت. هنحط كوباية الزيت، ويكون معانا كمان كوبايتين ونص مية دافية. هنزود الكوبايتين ونخلي النص كوباية واحنا بنعجن. لو احتاجها بنبتدي نزودها بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. هي خدت النص كوباية وبتدينا عجينة طرية وناعمة قوي، لازم تتعجن كويس قوي. ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. وبعد ما تخمر تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بقى ايه، نعجنها من تاني، ننزل خمرها خالص بالشكل ده شايفين. ونسيبها برضو، نغطيها ونسيبها لما تخمر لتاني مرة. وكده العجينة خمرت معانا لتاني مرة. شايفين شكلها جميل ازاي وخمرانة قوي، شبعانة خمر. اهم حاجة لازم العجينة تخمر كويس جدا في كل المراحل. وهننزل العجينة بتاعتنا على الرخامة، وما تهبطيش خمرها قوي يعني. وهنبتدي نقطعها، قطعيها الأحجام اللي انت عايزاها، كبيرة أو صغيرة حسب ما انت تحبي تفرديها. شايفين هنقطعها كده ونغطيها، ما تسيبهاش عريانة علشان وشها ما ينشفش. غطيها وابتدي ناخد قطعة قطعة. ومعانا سمسم، وهنحط عليه شوية مية. هنفرد عليه ليه مية؟ علشان السمسم يلزق. ونفرد عليه العجينة كده بالسمك اللي انت عايزاه، لان بعد كده احنا هنبرمها ونقطعها زي الصوابع كده. ونبتدي ناخد قطعة قطعة ونبرمها السمك اللي انت عايزاه، بس كل ما كانت رفيعة بتبقى احلى. وهنحطها في صينية على مسافات متباعدة لانها بتخمر قوي، هنسيبها تخمر قوي. وبعدين يكون الفرن جاهز عندنا من 300 ل 350، يعني 150 ل 175 حسب الفرن عندك ودرجة تحميره. ويطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والهشاشة والطعامة، وبجد بجد طعم وريح.